السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض كيكة بذوق الشوكولا. الكيكة تاع اليوم راح تكون خفيفة وراح تكون طرية وأيضا تبقى رطبة لمدة طويلة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. راح نبدأ على بركة الله مباشرة في طريقة التحضير، وأيضا في نفس الوقت راح نمد لكم المقادير. هنا عندنا 10 غرامات من الكاكاو اللي راح نغربلها. راح نضيف عليها ايضا 75 غرام فقط من الفرينه. بالنسبه لكميه الفرينه بالملعقه عندنا 3 ملاعق ونصف. نزيد ايضا نغربل الكميه تاع الفرينه، نحركهم كامل مع بعض ونضيف عليهم 70 غرام او 60 غرام عفوا من الزيت اللي هي 6 ملاعق من الزيت، ونعاود نحرك كامل المكونات مع بعض. بالنسبه لهذه الطريقه راح تخلي الكميه تاع الفرينه والكاكاو يتغلفوا كامل بالكميه تاع الزيت، وهذا الشيء اللي راح يخلي الكيك يبقى رطب لمده طويله. عندنا ايضا 75 غرام من الحليب، يعني لاحظوا الكميه شحال عندنا في الكوب. بالملعقه عندنا 7 ملاعق. ونعاود نفتح هذيك العجينه كامل مع الحليب. نبدا الان نضيف في كميه صفار البيض. هنا عندنا 5 صفار بيض. حجم البيض يكون كبير، يعني ما ديروش البيض صغير. نعاود نخلط الكميه تاع صفار البيض جيدا مع العجينه. يعني لاحظوا القوام اللي راح تحصلوا عليه. الان راح نعاود نغلفها ونخليها جانبا. فيما يخص المرحله الثانيه راح نحتاجوا 5 بياض بيض. بالنسبه للاواني اللي راح نخدموا فيهم دائما لازم نكونوا نشفناهم مليح من اي سوائل كي نكونوا راح نطلعوا بياض البيض باه تنجح معنا العمليه. ودائما بياض البيض في لي بيسكوي قبل ما نستعملوه من الاحسن انكم تخلوه في المجمد على الاقل نصف ساعه. يعني لاحظوا بياض البيض تاعنا كيف يكون جامد. قد ما كان بياض البيض جامد راح يعطيكم نتيجه احسن. راح نضيف عليهم القليل من عصير الليمون، حوالي ملعقه بالغرام، عندنا 10 غرامات. نعاود نفتح الان بياض البيض مع عصير الليمون، وراح نبدا نضيف في كميه السكر اللي هي 75 غرام، وراح نضيفها على 3 دفعات. بالنسبه لكميه السكر بالملعقه عندنا 3 ملاعق وتقريبا نصف. هذه الدفعه الثانيه. كي نلقاو المزيج تاعنا طلع مليح نضيفوا الدفعه الثالثه، وراح نبقى نحرك حوالي دقيقتين او 3. لاحظوا القوام كيف لازم يكون متماسك، يعني كي نقلب الاناء يبقى متماسك ما يعاودش يهبط. نعاود نحرك الخليط الاول اللي كنا حضرناه تاع الكاكاو، وراح نضيف له كميه قليله من بياض البيض. يعني هذه الكميه اللي ضفناها فقط باه نخفف خليط الكاكاو. ونبقى نخلطوا بهذه الطريقه حتى يمتزج مليح الخليط تاع الكاكاو مع بياض البيض. يعني لاحظوا القوام تاعو كيف يرجع خفيف. كي يوصل لهذه الدرجه الان راح نضيفوه مباشره على بياض البيض، وراح نخدم بطريقه التموج. يعني نبدا نخلط في الخليط من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه باه نحافظوا على كميه الهواء اللي راهي في بياض البيض. كما راكم تلاحظوا في الوصفه تاع اليوم ما استعملناش الخميره الكيميائيه، يعني البسكويت تاعنا راح يطلع فقط ببياض البيض. لذلك لازم بياض البيض يكون برد مليح باه كي يطلع يبقى محافظ على نفس القوام. لاحظوا القوام اللي حتحصلوا عليه، يعني القوام يبقى قوام رغوي. راح نحكم الصينيه اللي تدخل للفرن اللي يكون المقاس تاعها 24 على 24 سنتيمتر. ندهنوها بالقليل من الزبده ونلصقوا عليها ورق الطهي، وراح نسوي الخليط جيدا داخل في الصينيه. راح نضرب الصينيه مرتين او 3 على سطح العمل، يعني باه نتخلصوا من الهواء الزائد. وراح ندخلوها للفرن على درجه حراره 150 درجه، وراح نخلوها تطيب على نار هادئه. راح تدي لكم الوقت ما بين 55 دقيقه الى ساعه و5 دقائق. يعني لاحظوا الشكل تاعها كيف يجي طالع وبدون ما نستعمل فيه الخميره. ننزعوها مباشره من الصينيه، ودائما لازم نتاكد انه الحواف ماهيش لاصقه. نعاودوا نقلبوها وننزعوا الورق الطهي اللي كنا استعملناه في الاول.
وراح نخليها جانبا حتى تبرد. راح نبدا الان نحضر في الكريمه. راح نحتاج 150 غرام من الكريمه الطازجه، راح نضيف عليها 7 غرامات من الفانيلا وحوالي 25 غرام من السكر الناعم. بالنسبه لكميه السكر الناعم يعني تقدروا تضيفوا كميه اكثر او اقل. وراح نبقى نضرب في الخليط حتى نتحصل على كريمه. الكيك تاعنا راه برد وراح نقسموه على اثنين. يعني لاحظوا الشكل تاعو كيفاه يكون لداخل، وراح يكون ايضا خفيف. نحكم الكريمه تاعنا اللي نكونوا عمرناها في كيس حلواني، وراح نعمل طبقه. بالنسبه للطبقه تاع الكريمه يعني كما تحبوا نتوما، اذا حبيتوا الطبقه تكون سميكه او تكون رقيقه. نعاود نسويها شويه فقط بالسباتول، ونحط الطبقه الثانيه من الكيك. وراح نضغط عليهم شويه في الاعلى، لكن ما تضغطوش بزاف، شويه فقط. نعاود ندخلها للثلاجه وراح نخليها حوالي نصف ساعه الى ساعه، ومن الاحسن انكم تخلوها تبات ليله كامله. بعد ما نخرجوها من الثلاجه راح نبدا ننزع في الحواف، وراح نقسم هذه الكميه في الاول على 3، ثم نعاود لهم في الوسط، يعني راح تحصلوا على 6 قطع. بالنسبه لطريقه تاع التقطيع ترجع لكم. هذه هي النتيجه النهائيه اللي راح تحصلوا عليها. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي راح تحصلوا عليه. وكما لاحظتوا يعني طريقه تحضير هذا النوع من الحلويات راه سهل، وايضا يعني عملي، تقدروا تكملوه في وقت قصير. شوفوا ما شاء الله القوام كيف يكون طري، يعني كي تكونوا تتناولوا فيه راح يذوب في الفم. وهذا راجع للكميه تاع الفرينه اللي راهي قليله بزاف في الوصفه. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.